بعد ما قتلوا ياسر يوم رأس السنة قطعوا جثته لأكتر من 40 قطعة، وبكل جبروت وقوة مارسوا جنبه علاقة غير شرعية. وبعد ما خلصوا خطتهم الشيطانية قسموا أشلاء الجثة على 11 كيس ورموهم للكلاب علشان تاكلهم في الزبالة، وبعدها حبسوا ابنه حسن علشان ما يشوفش جريمتهم الشنيعة. أهلا بيكم في جريمة بدر، معاكم سامي في سجل إجرامي، ويلا بينا نعرف الحكاية. في يوم طبيعي جدا من سنة 2023 خرج ياسر لشغله، وكالعادة فطر الصبح مع زوجته فاطمة وابنهم حسن، وبعدها جاله تحت البيت ابن عمه سيد، والاتنين ركبوا عربية نص نقل واتحركوا بيها على مكان الشغل في العاصمة الإدارية الجديدة. وياسر كان شغال مقاول أفراد، يعني الشركات بتجيبه في مشاريع البناء، وبتكون مسؤوليته يجيب عمال وياخد نسبته ويديهم أجرهم. وبعد ما كان شغال عامل باليومية في الصعيد كبر وطور من نفسه، وسافر هو ومراته اللي كانوا بيحبوا بعض جدا للقاهرة، وعاش في شقة في مدينة بدر علشان يكون قريب من العاصمة الإدارية لأنها أكتر مكان بيمسك فيه مشاريع. وبعد يوم عمل طويل طلب ياسر من سيد ابن عمه واللي كان أصغر منه وعنده 25 سنة يدي العمال يوميتهم ويروح هو. ولما سيد سأله مش هيروحوا سوا ليه، خاصة وإن هما ساكنين جنب بعض، ياسر قال له هيعمل كام حاجة بس وهيرجع بيته متأخر شوية. وبعدها اتصل بفاطمة مراته وقال لها إنه هيتأخر، وأكد عليها بلاش تستناه على الغدا. وقتها هي اتضايقت لان هما كانوا مرتبطين ببعض. وبعد ما قفلت معاه اكلت هي وابنها وقعدوا يتفرجوا على التلفزيون. بتعدي ساعة في التانية في التالتة، وياسر على غير العادة يتأخر لنص الليل وما يبلغش حتى فاطمة بأي حاجة. فرنت عليه ولقت موبايله مقفول، فرنت على سيد صحته من النوم وسألته عن جوزها، فقال لها انه سابه في الموقع ومشي. وجرب هو كمان يرن عليه لكنه مردش، فكلم كذا عامل سألهم عن ياسر، ولكن مفيش حد قال له أي معلومة عنه. بيعدي كام يوم والقلق بيسيطر على فاطمة وسيد، فراحت الزوجة لاسم شرطة بدر وبلغت إن جوزها مختفي بقاله كذا يوم، وبتحاول توصله لكنها مش عارفة نهائي. وقالت لهم إن آخر مرة كلمها قال لها إنه هيتأخر وبلاش تستناه على الغدا. وعلى طول الجهات الأمنية اشتغلت على بلاغ التغيب، وراجعوا الكاميرات ودوروا وسألوا وحققوا مع الناس والجيران، وحتى حققوا مع بعض العمال اللي كان شغال معاهم ياسر. وسألوا الزوجة هل ممكن يكون ليه أعداء؟ هل هو كان على خلافات مع حد؟ مين ممكن يكون قتله؟ وأسئلة تانية كتيرة جدا علشان يقدروا يعرفوا أكبر قدر من المعلومات عنه. استمرت الأجهزة في البحث والتحقيق لحد ما بيجي أخو ياسر من البلد، لأنه عرف موضوع اختفاء أخوه متأخر بسبب إنه ما كانش شغال معاه ومشغول في حياته وبيته. ولما بيروح بيت أخوه في مدينة بدر بيتفاجئ إن عربيته موجودة زي ما هي تحت البيت، وبيستغرب جدا من ده. ووقتها راح لاسم شرطة بدر وقال لهم على المعلومة دي علشان هناك يتفاجئ الأخ بمعلومة خطيرة جدا كانت هي مفتاح حل القضية كلها. عرف من اسم الشرطة إن فاطمة بلغت إن جوزها ياسر مريض نفسي وبيختفي كل شوية من البيت، وكمان بيمشي زي المجانين في الشوارع. وقتها استغرب ونفى الكلام ده، وقال لهم إن أخوه مقاول كبير وماسك مشاريع كتيرة وحد سمعته معروفة ومستحيل يكون الكلام ده حقيقي. واتهم الأخ فاطمة إنها ممكن تكون قتلت ياسر أخوه، وده لأن في الفترة الأخيرة كان في خلافات كبيرة بينهم، وهي طلبت الطلاق منه أكتر من مرة، لكن أخوه كان متمسك بيها زي ما قلنا. الجهات الأمنية لما بتسمع ده بتشك فورا في الزوجة، فرجعوا كاميرات المراقبة اللي كانت قدام البيت ولاحظوا إن ياسر يوم رأس السنة اللي هو يوم الجريمة دخل بيته وما خرجش. وبعدها في نفس اليوم جه سيد، وفي اليوم اللي بعده شافوا سيد وفاطمة شايلين شنط سودة علشان يتصادف في نفس الوقت إن حد من عمال النظافة يكتشف كيس من الأكياس السودة دي وكان جواه أشلاء جثة. بمراجعة الطب الشرعي عرفوا إنها جثة ياسر، ووقتها الجهات الأمنية قبضت على سيد وفاطمة فورا وحققت معاهم علشان يعرفوا سبب الجريمة. وخلوا بالكم كويس قوي ان السطور الجاية دي هنعرض لكم فيها ملخص التحقيق مع فاطمة، ولو حد ما بيقدرش يستحمل او يسمع كلام بشع
ممكن ما يكملش ويوقف الفيديو لحد هنا. حكت فاطمة في اعترافاتها إن زوجها كان طيب وبيحبها، ولما جه للقاهرة وكبر وبقى معروف سمع بالصدفة إن سيد ابن عمه اللي كان شغال عامل باليومية في السيراميك تعبان وبيعاني ومش عارف يكون نفسه ولا يعمل قرش كويس، فبعت وجابه من البلد ووفر له عيشة مناسبة وقريبة منه ونزله كمان يشتغل معاه، وبقى بيعتمد عليه طول الوقت وبيدخل بيته وياكل ويشرب معاه، وفي الأعياد كمان بيجيلهم. وكان ياسر مستأمنه على كل حاجة حرفيا، وعمره ما شك فيه أو خونه حتى. وكملت وقالت إن ياسر كان عامل مخزن صغير للمعدات بتاعته في بيتهم، فكان بيبعت سيد يجيب المعدات من وقت للتاني، ونتيجة لده اتعرف على فاطمة أكتر وبدأت علاقتهم سوا، لأنه كان بيتدخل لحل الخلافات بينها وبين جوزها وبيهديها عليه وبيحاول يحل المشاكل دي، لحد بعد سنة كاملة. وتحديدا في يوم ياسر سافر لشغل بعيد اتفاجئت الزوجة ان سيد بيخبط عليها الشقة وعايز يدخل. في البداية قلقت ورفضت وجوده، لكنه اتكلم معاها، وبعد ما دخل بشوية حصل بينهم علاقة. بيمر الوقت والعلاقات بينهم بتزيد أكتر وأكتر، لدرجة إن فاطمة في التحقيقات قالت نصا أنا مش فاكرة كام مرة حصل ده. وبتمر عليهم سنتين كاملين، فبيقرر الاتنين إن هما لازم يخلصوا من ياسر. في البداية حاولت فاطمة تعمل مشاكل وخلافات معاه، مرة تبقى عايزة تسيب البيت، مرة تطلب الطلاق، لكن ياسر كان متمسك بيها وبابنهم حسن ورفض الطلاق وحاول يكسبها بأي طريقة، لكنها حسب اللي قالته في التحقيقات خلاص كانت حبت سيد. وفي يوم 25 ديسمبر سنة 2023 اتفق الاتنين ان هم يقتلوا ياسر، والخطة اتحطت وكان تالتهم الشيطان. وفي يوم رأس السنة اتفقت فاطمة مع زوجها ان هم يحتفلوا باليوم سوا، وجهزت له عشاء يليق باتنين عشاق بيحبوا بعض، وحطت في الأكل أقراص منوم وجابها لها سيد قبلها بيوم، وبعدها قعدوا ياكلوا بانسجام وسعادة. وبعد ما ياسر خلص أكله حس إنه دايخ وتعبان، فدخل يرتاح شوية، وبعد شوية زاد التعب عليه أكتر، فندى على فاطمة علشان تلحقه، فراحت اديته قرص منوم تاني وقالت له ده للضغط لأن شكلك ضغطك عالي، ولأنه ما كانش مركز في حاجة وتعبان صدقها ونام شوية وصحي تاني. ففضلت تديله قرص منوم في التاني لحد ما وصل عددهم ل6 أقراص. وقتها ياسر نام، فاتصلت فاطمة بسيد فقال لها خدي حسن وانزلي وانا هتصرف في الباقي. وفعلا جه ودخل أوضة النوم وقعد يخنق في ياسر لحد لما مات. بعدها اتصل بيها وقال لها تعالي انا خلاص خلصت. جت فاطمة تاني وسابت حسن في الشارع، ودخلوا الأوضة اللي فيها جثة الزوج وعملوا علاقة كاملة. وبعدها خرجت للصالة علشان يشوفوا هيخلصوا من الجثة ازاي، ولكن وقتها سيد دخل بكل برود الدنيا، خد شاور وطلع قعد بره على الكنبة كأنه ما عملش جريمة ولا حاجة ولا حتى حس بأي حاجة. وحتى فاطمة ما كانتش مصدومة ولا متفاجئة، وشوية ونزلت جابت حسن من تحت ودخلوا في أوضة تانية وناموا، وكل برود الاتنين ناموا وكأن مفيش أي جريمة تمت. وتاني يوم لما صحيوا نزلت فاطمة صاحبة فلوس وعملت غدا واشترت أكياس كتيرة وسكينة ضخمة. ووقتها سيد سحب الجثة ودخل الحمام وبدأ تقطيع وحط في الأكياس، لدرجة انه قطع الجثة ل40 قطعة. وعلشان حسن ما يحسش بحاجة نزلوه لتحت في الشارع. وبعد ما سيد خلص جريمته طلب من فاطمة تجيب له كلور علشان ينظف اللي عمله. وبعد ما حط الجثة في الأكياس قال لها كل يوم هنرمي شنطتين 3 علشان محدش من الجيران يشك في أي حاجة. وكل يوم كانوا بينزلوا يرموا الأكياس في الزبالة في حتة مختلفة، وفاطمة تعمل له الغدا ويكملوا علاقتهم. واستمر الوضع يوم في التاني في التالت لحد ما خلصوا الأكياس بالكامل. وعلشان الخطة تمشي بشكل سليم ومحدش يشك فيهم ولو للحظة واحدة، سيد طلب منها تروح تبلغ في اسم شرطة بدر وتاخد صورة جوزها وتقول لهم هناك انه مريض نفسي، وانه كلمها وقال لها يوم اختفائه انه مش جاي. ومن هنا انكشفت الخطوط تدريجيا. وحكت فاطمة كمان ان علاقتها بسيد ما كانتش في القاهرة وبس، ده حتى لما كانت بتسافر لأهلها في محافظة من محافظات الصعيد كان بياخد اجازة من شغله وبيروح لها في بيت جوزها. واختتمت فاطمة كلامها بان ياسر كان بيحبها جدا، لدرجة انها في اول كام سنة من جوازهم كان عندها مشاكل في الخلفة،
وأهله اقترح عليه يتجوز واحدة تانية، لكنه رفض واتمسك بيها لحد ما خلفوا ابنهم حسن. ولما هي فيما بعد عملت معاه مشاكل كتيرة علشان تتطلق وتتجوز سيد، رفض يتخلى عنها وحاول يسعدها بأي طريقة. ويوم 5 إبريل من سنة 25 بمعاقبة فاطمة وسيد بالإعدام بتهمة قتل ياسر مع سبق الإصرار والترصد لنية التخلص منه وورث ممتلكات. في نهاية الحلقة شاركونا وقولوا لنا، تفتكروا طيبة ياسر كانت هي السبب في موته ولا شر وطمع اللي حواليه؟ وشكرا ليكم.